السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا ياسمين، ودي قناتي على اليوتيوب، قناة مشروبات ومشويات ياسمين. لأول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وصفتنا النهاردة ديك رومي شامورت، وزنه يتراوح من 3 كيلو او 3 كيلو ونص. هنعمله النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. الديك الرومي طبعا احنا غسلناه كويس جدا، وعملنا له محلول النقع بتاعه اللي هو ملح وخل وليمون ودقيق. وطبعا شلنا الاغشاء بتاعته كلها اللي جوه اللي هي بتعمل زفارة دي، لازم نحط ايدينا كده جوه ونشيلها. يلا بقى بينا نعمل الخلطة. معايا عصير من الليمون، ومعايا بصلاية مفرومة، ومعايا توابل فراخ، ومعايا حبهان وزعتر وفلفل اسود وجزر مبشور وحبتين من الطماطم، ومعايا برتقانة قطعتها شرايح، وحطيت معلقتين مستردة ومعلقتين صوص باربيكيو وورق لوري وكام فص من الثوم بتاع 5 6 فصوص. انا حطيت طبعا كذا واحدة عشان هما صغيرين، ومعلقتين ملح، وهضربهم بقى كده في الخلاط او في الكب على حسب اللي عندكم. هبتدي بقى ان انا نغص كده الديك الرومي بتاعي ده الحلو الجميل الصغنون ده، وافصل كده الجلد عن اللحم، وابتدي بقى ان انا ادخل في الفتحات اللي انا عملتها دي، ادخل التتبيله بتاعتي الحلوه. على فكره ريحتها يا جماعه فظيعه من قبل ما تستوي ولا اي حاجه، المكونات كلها مع بعض مخليه ريحه جامده جدا. وحطيت بصلايه وطماطمايه وكرفس في بطنه كده من جوه عشان طبعا يديني الريحه الجميله. وطبعا بقى انتوا عارفين ان انا بحب بقى ايه، اخلي البط بتاعي والديك الرومي بتاعي يحط رجل على رجل، عشان ايه؟ احنا بنعمل عظمه، ما بنعملش اي حاجه. وكده انا تبلته من بره ومن جوه كويس جدا، وهفضل يقعد في التتبيله طبعا ساعتين. ومعايا بقى صينيه حطيت فيها شرائح من الجزر والطماطم والفلفل الرومي الاخضر والبصل والكرفس، وحطيت حبة كده من الخلطة بتاعتي الجميلة، رشة ملح، وهرش برضو رشة فلفل اسود. وهجيب بقى الديك الرومي بتاعي الجميل ده هحطه على الخضر اللي انا عملته، وهبتدي انا اغطيه بقى بورق الفويل. احط له الاول كوبايتين ميه، واغطيه بالورق الفويل وادخله الفرن على درجة حرارة 180. هو مش هياخد وقت معايا كتير لان هو شمرت صغنون. وكده بقى هدهنه بمعجون من الطماطم والعسل، وحطيت برضو مكعب من الزبدة سيحته وحطيته عشان يديني لمعة كده مع العسل. والخضار اللي هو استوى معايا ده انا سايباه لحد ما ياخد وش بس معايا كده في الفرن، وبعد كده هعمله صوص حلو جدا هضربه في الخلاط، هيبقى صوص معايا جميل جدا. ودلوقتي هنعمل الرز بخلطة السرية الجميلة. معايا طبعا الخلطة اللي انا كنت عاملة بيها الديك الرومي، ما حطيتهاش كلها، كنت عاملة حساب اللي انا هعمل الرز بيها. والخلطة دي ودت الرز في حتة تانية خالص، جربوها على طريقتي هتعجبكم. حطيت معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الزيت، ساحوا مع بعض على النار، وبعد كده نزلت بالخلطة بتاعتي واستمرت شوية في التقليب، وحطيت عود من القرفة الخشب والليمونة لومي. هقلب كده شوية، هستمر في التقليب، قلب 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 قلب. وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا مغسول طبعا متصفي. هبتدي بقى ان انا ايه اقلبهم كده شوية مع بعض اللي هما يمتزجوا مع بعض، واستمر في التقليب، قلب 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 لحد لما الرز يتشرب كده من الخلطة بتاعتي واللون بتاعه كده يتغير معاكم. جربوها بالطريقة دي هتحبوها جدا. ومعايا بقى مية مغلية كده من الكتل، حاطط عيار الرز بتاعي. العيار الرز طبعا بيبقى فوق الرز بحاجة بسيطة عشان يطلع معاكم فلفل كده وجميل.
ونحط الملح بتاعنا ونستمر برضو في التقليب، قلب 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 قلب. وبعد كده بقى نغطيه ونسيبه يستوي براحته، وبعد كده نوطي النار عليه. وكده الرز خلص معانا. شايفين بقى كده مفلفل وجميل ازاي؟ على فكرة ريحته جميلة جدا، جربوا بالطريقة دي هيعجبكم جدا. معايا بقى كده ايه في طاسة على النار، حطيت معلقتين من السمنة، هبتدي اسيحهم كده معاكم. وبعد كده هنزل بقى بالكبد والقوانص واللوز والزبيب، اشوحهم بقى كده مع بعض شوية. ايدي بقى في كده شوية في التقليب عشان طبعا ايه لونه ما يغيرش مني بسرعة، يبقى حاجة ايه متحمرة وحاجة لأ. وطبعا الزبيب هنحط اخر حاجة عشان ما يتحرقش مننا كده في الاول. وهبتدي بقى انا هنزل دلوقتي بمعلقة من السكر صغيرة، واقلبهم كده برضو مع بعض شوية يدولك ياخدوا اللون الذهبي الجميل، واطفي عليهم. ايدينا بقى طبعا في كده طول الوقت عشان يبقى طبعا كله لون واحد. وهبتدي بقى انا انزل دلوقتي بالزبيب اول ما ياخد نص لون كده واول ما الزبيب ينفخ معايا يا دوبك اطفي عليه على طول عشان ما يتحرقش طبعا. وكده بقى احنا بنصور بالتصوير البطيء والزبيب طبعا كده شايفينه ابتدى يتنفخ معانا اهو. اول ما يبتدي يتنفخ زي البالونة الصغننة تدفع عليه على طول. ودي بقى حركة بقى ايه تركاية ياسمين، يا تركاته يا حركاته. وكده وصفتنا خلصت معاكم النهاردة، جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. وعايزة اشوف تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني ان انا اكمل معاكم في كل فيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكده شايفين بقى كده معايا الصدر بتاع الديك الرومي مهري خالص ازاي ومستوي كويس جدا. وانا كده بقطعه معاكم عشان اوريكم من جوه قد ايه اللحم في الفرن طري جدا. ما تخافوش سووا الحاجه، ما تخافوش منها مهما كان حجمها. ما تاخدوش اللي انتوا تبقوا مرهوبين من الحاجه او مثلا يكون وزنه كبير، لا انا خاف اسويه. خليكي مع الحاجه واحده واحده وهي تستوي معاكي وتبقى زي الفل. يلا مع السلامه.